مساء الخير لكل اللي عم يسمعنا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. بيتجدد لقائنا معكم دائما مع برنامجنا الطبي اللي بنستضيف فيه أطباء لحتى نناقش مواضيع بتهم صحتكم. أكيد نحن مسرورين جدا اليوم بوجود الدكتور محمد عبد القادر خليل، اختصاصي بأمراض القلب والأوعية الدموية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا ونقول له لضيفنا الدكتور محمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ عماد، لك ولكل مشاهدينا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا بأسئلتكم، أكيد رح يكون محل سرور لنا ورح تأغنوا لقائنا بأسئلتكم. موضوعنا لليوم هو أحد مواضيع القلب، الآفات القلب أو الحالات أو المرض إذا جاز التعبير، يعني هو تسرع القلب. نسمع فيه كتير مرضى عندهم حالة تسرع بالقلب. يا ترى شو هو، شو الأعراض، شو الأنواع، وكتير من الأسئلة محضرين أكيد رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور محمد عبد القادر خليل، اختصاصي بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالبداية كمدخل لموضوعنا، أو إذا رح أذكركم إذا حابين تنضموا لنا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة أو عبر الواتساب أو عبر الرقم الأرضي. طبعا ممكن يكون في أعطال كبيرة بالرقم الأرضي ما فيكم تتواصلوا معنا، لكن عبر كومنت، أي كومنت أي سؤال تبعتوه أكيد رح نطرحه على ضيفنا الدكتور محمد. بالبداية رح يشرح لنا الدكتور يا ترى شو هو تسرع القلب كمدخل لحلقتنا. أستاذ عماد، تسرع القلب أول شيء لنبدأ لنعرفه شو هو التسرع. بدنا نحكي عن نبضات القلب أول شيء أو معدلها الطبيعي. صراحة معدل نبضات القلب الطبيعي هو بين 60 و100 ضربة بالدقيقة. تمام. أقل من يعني أقل من المعدل الطبيعي ب10 ضربات أو أكثر ب10 فينا نتغاضى عنه. نعم. تمام. أما تسرع القلب شو هو؟ أي معدل ضربات قلب أكثر من 100 ضربة بنسميه تسرع قلب. خارج عن سواء الحدود طبعا الطبيعية. خارج عن الحدود الطبيعية، سواء كان تسرع سليم أو تسرع مرضي. نعم. صراحة أغلب حالات التسرع بتكون عادة تسرعات سليمة وتسرعات جيبية وكثير من الأحيان ما بيكون في تسرع أساسا. رح نجي مصطلح لها وحدة. الجيبي هذا أكيد رح تشرح هلا لنا رح نشرحه إياه واحد. لاحقا رح يعني. نشرحه واحد أي واحد. مصطلح مر علينا دكتور، مم. أنا يعني مطلوب مني إنه يعني نحط نسلط النقطة، الضوء. أيوة نسلط نسلط الضوء الضوء عليه عليه، لحتى تمام. المستمعين. نحن دائما همنا هو المواطن والمستمع لحتى يستفيدوا من أطبائنا، خيرة أطباء البلد عم نستضيفها أكيد، وهن عم يطرحوا عليكم هالموضوع الله يسلمك. المحا... معناتها نحن بس تسرع القلب هو أي معدل ضربات القلب أكثر من 100 ضربة على الدقيقة. غير مألوف، غير طبيعي. تماما، هذا حلو هو. كثير، هذا تعريف بسيط وعلى كثير. تماما. دكتور هلا بنسمع في هلا ذكرت انه جيبي مم. وغير غير جيبي، تمام. يعني في له انواع يا ترى لو تشرح لنا اياها؟ هلا أنواع التسرعات تعريفها العريض تنقسم لنوعين: تسرع ضيق المركب وتسرع عريض المركب. مهم. تسرع ضيق المركب أشهر أنواعه هو التسرع الجيبي. نعم. الضيق المركب. التسرع الجيبي شو هو؟ هو زيادة عدد ضربات القلب عن 100 ضربة مع إنه التسرع يكون طالع من العقدة الجيبية اللي هي بتنظم من الأساس ضربات القلب. تماما. طيب شو أسبابها من هذا التسرع؟ اكيد. أسبابها هو أي سبب غير قلبي، آه. سواء كان مثلا المريض عنده شوية التهابات، مهم. حرارة، حمى، أي شيء سبب غير قلبي بيعمل مشاكل تنفسية تعمل تسرع قلب جيبي. فهو ما مرض قلبي صراحة تسرع القلب الجيبي. هي القولون العصب حالة، حالة. حالة تماما. عرضية حالة يعني تسمى عرضية. حالة يعني. تماما حالة عرضية، ما أنا مرض. أها. مرضى مثل الأمعاء الهيوجة أو اكيد. مثل ما بنسميه القولون كل العصبي، عصبي. كتير أحيانا بيصير عندهم تسرعات مؤقتة وبتروح كلها جيبية بأغلب تجي الأحوال. بشكل هجمات يعني. بشكل هجمات. تماما. مهم. التسرع الجيبي ميزته الأساسية المعدل ما ثابت. مهم. يعني مو مثل تسرعات ضيقة المركب المرضية، التسرع الفوق البطيني اللي بيكون معدله ثابت مثلا 150 بضل. بالضبط. التسرع الجيبي أولا معدله غير ثابت، يعني مثلا بيكون بهالدقيقة 140، إذا بعد إذا أنت عم تراقبه على جهاز مراقبة مونيتور أو شيء بتشوف بعد دقيقتين صار 160 أو نزل لل 120. المعدل غير ثابت. تماما. وتاني شغلة ببلش بالتدريج وبينتهي بالتدريج. يعني تماما. بيترقى التسرع شوي شوي بيكون 90 إذا أنت عم تراقب المريض على مونيتور أو مركب هولتر أو أي جهاز مهم. مراقبة. مهم. بيترقى بالتدريج وبيرجع للطبيعي بالتدريج. تمام. تماما. ما بيحتاج أي علاج دوائي، أي علاج دوائي قلبي ما بيحتاج تعالج سببه. بس هو بالنسبة للمريض بشكل خوف أو بشكل إزعاج خوف يعني. وانزعاج شديد وبيقول لك أنا ماني بضل يصير مرتاح، عندي خفقان متوتر. وبضل. تماما. تماما. تمام. يعني هذا الشكل هذا التسرع الجيبي اللي هسه التسرع حكينا. الجيبي. تمام. نعم. هلا في عنا تسرعات بقى. شو معنى ضيق المركب؟ شو معنى عريض المركب؟ صراحة راح احكي هيك باسلوب بسيط بحيث انه قدر الامكان
اكيد. هو في مركب بالتخطيط بنسميه QRS، اها. يعني ما بعرف عرضه لما بيكون تحت ال 120 ملي ثانية بنسميه ضيق المركب، أكثر من 120 عريض المركب. اها. يعني شغلة تخصصية نوعا ما تخصصية اكثر تماما. ما. مم. الضيق المركب قلنا أشهره الجيبي، بعدين في تسرعات فوق البطينية، هي بتصنف كمان لخمس أنواع. مم. يعني اختصارات السريعة تمام. AVNRT AVRT، اها. الرجفان الأذيني، الرفرفة الأذينية، التسرع الأذيني، هي خمس اها. أنواع. آه، كلهم بيشبهوا بعض تقريبا بالآلية. يعني بالمصطلح العريض انه في دائرة عود دخول شاذة موجودة اها. بالقلب، هي اللي عم تحرض هذا الشيء. عادة تسرعات الفوق العريض المركب بشكل عام غير الرجفان الوزين وهيك، الاس في تي خلينا نقول هو تسرع سليم. عادة تسرع سليم عضلة البطيني القلب. دكتور؟ لا مو البطيني، فوق البطيني. فوق البطيني. عادة سليم. تماما. بهالتصنيف ما راح اشمل الرجفان معه، لأنه الرجفان له اسباب وشغلات تانية. راح نقول تسرع تمام. الفوق البطيني، الاس في تي هو تسرع سليم. نعم. يعني شو معنى تسرع سليم؟ يعني عادة عضلة القلب بتكون سليمة. اها. هو بس في شيء اسمه دائرة عود دخول، بتعمل تفعيل ذاتي، بتعمل يعني بتسبب لنا هذا التسرع. تمام. نعم. نعم. تسرع عريض المركب هو التسرع البطيني. تماما. تسرع خطير صراحة، مهدد للحياة. دائما بيكون في سبب بنيوي بعضلة القلب عاملنا هالشيء، سواء ضعف عضلة القلب، سواء مشاكل بالصمامات، وعلاجه مشفوي أكيد. اها. بيستدعي المبيت بالعناية المشددة ودراسة الحالة مفصلة. مم. كل تمام. هالشي هذا يعني عبر التخطيط القلب الكهربائي بيبين معكم ولا بالسماعة او هلا كتشخيص التسرعات يعني عادة النقطة المبدئية، بس جانا مريض والله أنا عندي عم حس أحيانا بتسرع بخفقان، أو جانا بحالة التسرع، وهذا هو اللي مهم. بيهمنا. إنه المريض لما يجي لعنا بمراجعنا بالإسعاف أو بالعيادة يكون بلحظة حدوث حالة يعني الحالة التسرع يكون موجود. بالتخطيط بنحاول بنشخص. صراحة في أنواع من التسرعات، يعني مثلا إذا جاك المريض وقال والله أنا بيصير عندي تسرعات بس هلا حاليا ما في شيء، بتضطر تركب له جهاز بنسميه جهاز هولتر، تخطيط قلب. اها. بنراقب تخطيط القلب 24 ساعة 48 ل 72 ساعة مهم. فينا نراقب. وبتدور على أثناء يعني هو جهاز مثل الموبايل بنركبه للمريض، حلو. وبعدين بنرجع يعني بنراجع تخطيط المريض خلال هال 72 ساعة الماضية. حلو. حلو. بنشوف إذا في أي تسرع شاذ موجود عند المريض أو لا، ويستدعي التدخل أو لا. الإجراءات بقى الإجراء الأكثر فينا نقول تداخلية أو الأكثر تخصصية هو الدراسة الكهربائية الفيزيولوجية للقلب. مهم. اختصاص لحاله. تماما. مثل عبارة عن أربع أسلاك بنوصلهم لجوا القلب، ايوه. وفينا بقى نحرض التسرع. يعني نحن نحرض نشوف إذا في اها. عن جد في تسرع ولا لا، تماما. نحدد وين البؤرة الشاذة، فينا نعمل لها علاج اها. بالكي أو لا. يعني بقى شغل. هذا التشخيص موجود هون بالبلد بسوريا ما؟ بسوريا كان موجود بمشفى الشامي صراحة، فقط مهم. لا غير. كان هو اجراء معقد نوعا إجراء ما معقد نوعا يعني، ما. هلا حاليا وتحرض يمكن. النوبة ويعني تماما. نحن هلا حابين نحن نوصل الفكرة الأبسط والأسهل يعني. تماما. هلا خلصنا من الأنواع دكتور، لا ضل أنواع شيء نحكي عنها مثلا. هلا الرجفان الأذيني نوع من مهم. أنواع التسرعات الكتير كثير كمان بنسمع شائعة. فيه. تماما. نعم. كتير شائع. مهم. صراحة له خمس ست أسباب. خمس أسباب خلينا نقول. البدانة واحد منها، التدخين، مهم. ارتفاع التوتر الشرياني، الأمراض الرئوية، ومرض نقص التروي. مهم. هو خمس أسباب أساسية. واحد منهم واحد منهم بيحرض هذا الشيء، يعني أو واحد أو اثنين. كل ما كانت العوامل أكثر كل ما كان إنه إنه يبلش المرض بعمر أصغر أكبر. الرجفان الأذيني هو إنه بالعادة العقدة، يعني كهربة القلب بتبلش من العقدة الجيبية، بعدين بتجي على العقدة الأذينية البطينية، حزم هيس، بعدين على الألياف فولكينج، وبتولد الضربة اللي نحن بنشوفها بأقل من ثانية. تماما. الرجفان الأذيني بصير في كذا بؤرة من الأذينة عم تحرض يعني عم تشتغل بشغل عشوائي. الأذينة ما عاد عم تنقبض بعدين عم يجي الانقباض للبطين، أيوة. لا صار في شغل عشوائي بالأذينة. آه بيخسر القلب حوالي 20% من وظيفته صراحة. آه. أي مرض يعني يستدعي العلاج. بقى في له ثلاث سياسات للعلاج. طبعا احنا أول شغلة بروتوكول خاص بروتوكول هذاك. خاص تماما. مهم. هو بيعمل لنا جلطات دماغية بالمعنى العريض. هي مهم. خطورته. مهم. وبيخسرنا حوالي 20 ل 25% من وظيفة القلب. للأسف. وهي يعني معناتها يعد تقريبا دكتور مرض يعني شائع جدا مرض طبعا. شائع شائع هو وخطير يعني. خطير نعم. تقريبا من اخطر الحالات اللي بتصيب القلب من ناحيه التسرع يعني. لا ال- التسرع البطيني هو أخطر شيء. التسرع التسرعات البطينية العريضة المركب هي أخطر ايوه هي شيء. اخطر شيء. الرجفان يصنف ضمن التسرع ضيق المركب. ضيق المركب. تماما. تماما. تصنيفه. دكتور لو نرجع باي حالات بجميع الحالات شو هن الاسباب؟
الاسباب مثل ما قلنا ذكرتهم من شوي مش انه شوي تماما. آه. ايه هلا هو صراحة كل حالة وإلها سببها، مثل ما قلنا التسرع الجيبي. مهم. بس رح احاول اعيدهم. التسرع الجيبي هو اي سبب غير قلبي، يعني هو ما في اي مرض قلبي بيحرض التسرع الجيبي. مثل ما تماما. قلنا المريض يكون عنده ارتفاع حرارة، صح. حمى، زلة تنفسية، اي سبب عامل له زلة تنفسية بيعمل له تسرع قلب جيبي انعكاسي، فهو انعكاس لمرض غير قلبي. تماما. يعني نحن بس انا شلت تخطيط شفت تسرع جيبي، انا بقول في سبب اخر غير قلبي عامل لي هالتسرع. نعم. معناتها سبب التسرع الجيبي هو غير قلبي. التسرعات ضيقة المركب قلنا مهم. عادة على قلب سليم بتصير. مشكلتها مشكلة خلل بكهربائية القلب بذاته، نعم. دائرة عود دخول داخلية بتصير وبتعرض لها التسرع الفوق البطيني. الرجفان الأذيني قلنا بما انه يعني عم نحكي عن الاصناف اللي كثير شائعه. صح. الرجفان الأذيني قلنا 5 اسباب اساسيه: مهم. البدانه، تدخين، ارتفاع توتر شرياني، امراض رئويه، نقص الترويه القلبيه. نعم. هاي ال5 اسباب هن. تسرع عريض المركب هو سبب قلبي 80%، بيكون في مرض. سبب ببنيه القلب، عضله القلب صار فيها ضعف او مشكله صماميه هي في اللي عم تحرك، علة. او طبعا او اقفار تماما. حاد هو عمل لها التسرع. دكتور، بعض المرضى إذا سميناهم مرضى مثلا مم. بياخذوا صادات حيوية أو أدوية معينة، هي بتكون تالية، يعني التسرع تالي لأخذ هالدواء هذا، الادويه يعني تماما. ممكن بتصير مع بعض المرضى أو في أدوية بتعمل تسرع؟ طبعا هلا مثلا الدواء مشهور كثير، يعني استعماله كثير شائع وبيعمل تسرع، شو اسمه، المشابهات بيتا. هذا أها. المرضى الربو بياخذوها. نعم. السالبوتامول وهالمركبات أيوة. البخاخات، او سواء كان الارزاز او هي نعم. بتعمل مثلا تسرعات. مهم. مثل كثير في كثير ادويه، يعني ما تمام. شرح حطيته يطول. أكيد. إيه. دكتور، أحد المستمعين هلا بيسأل إنه مم. يا ترى التسرع بيصيب اليافعين، مم. الأطفال؟ قال لك كبار السن هن الأكثر عرضة لهالأمراض كبار هاي، يعني السن معروفين يعني. والشباب. يعني في هالحالات هاي. صراحة أغلب مرضى الشباب اللي بيراجعونا مهم. ما بيكون في عندهم حالة تسرع حقيقية. أيوة. هو إحساس، مهم. واحساس خفقان بتعمل له تخطيط بيطلع طبيعي. مهم. في كثير منهم لانه بيضل بيقول لك عندي تسرع عندي تسرع، بتضطر تركب له جهاز هولتر بيطلع معدله طبيعي اثناء اليوم كله. مهم. آه، في مرضى بيكون عندهم مثلا في خطأ شائع، يعني والله انا عندي انسدال تاجي عم يضل يصير من تسرع. صراحة مرض انسدال تاجي بس هيك كلمتين يعني، ما يعني هو مرض نادرا ما يتطور، يعني محدد لنفسه. مهم. بتشخصه يعني يا بيكون في شوية ضعف بالصمام، في قلس، في قصور، أو ما بيكون موجود شيء وبيضل مثل ما هو. تماما. بسبب ذعر للمرضى كثير أحيانا عم نضطر المريض بيكون عنده انسداد خفيف بنضطر إنه ما نقول له إياه حتى، صح. مشان ما يضل يفكر بهذا الموضوع. تماما. آه، طبعا أحيانا الحالة النفسية يعني في كثير أمور بتلعب دور، كثير. وبالأخص عند اليافعين بالضبط. بالأخص. والدكتور يعني في معلومات بيحتفظ فيها حتى المريض تمام. ما يعني ما يتوتر اكثر، تماما. او يعني تتفاقم الحالة اكثر تمام. يعني. لكن هو بياخذ بعين الاعتبار هالملاحظة هاي، تماما. يعني اكيد تمام. بيسجل باضباطه تمام. تمام. حابب اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور محمد عبد القادر خليل، اختصاصي بامراض القلب والاوعية الدموية. عم نناقش موضوع تسرع القلب. هيك للمصطلح العام اكيد الكل بيعرفوا بيسمع عنه. شو هن انواعه، شو هو هالمرض هذا. حكينا بما يعني يخص هالمرض هذا. دكتور، هلا كاجراءات تشخيصيه عندكم بالعياده او بالمراكز اللي مثلا المتطوره، يعني تمام. كيف بتشخصوا كل حاله على حده؟ بالسماعه، بالفحص السريري، بالتخطيط، باختبار الجهد والامور الثانيه؟ تمام. هلا مثل ما قلنا الحجر الأساس بالتشخيص هو التخطيط صراحة اها. لمرضى التسرعات. مم. إذا كان جاينا أثناء النوم بيكون هذا الشيء ممتاز، تماما. بنخطط. إذا كان في تسرع حقيقي وقتها بنشوف إذا في داعي ندخل بشكل حاد، يعني نحول المريض على المشفى، نعطيه دواء وريدي، نعمل له صدمة، نبيته بالعناية المشددة للمراقبة لندرس حالته حسب نوع التسرع بقى. حسب. نعم. التخطيط هو الأساس. المرحلة الثانية هي مثل ما قلنا الهولتر. إذا ما كان جاينا بحالة اها. تسرع أحيانا نضطر نركب جهاز الهولتر. مهم. الخطوة الثالثة مثلا وولف باركنسون وايت صراحة ما طرقناها لأنه يعني موضوع لحاله. هو تماما. طبعا بحر التسرعات كمان ايوه. بتكون عريضة المركب، بس هي تسرعات فوق بطينية، نعم. موضوع متداخل شوي. مهم. هالحالة من الحالات مثل وولف باركنسون وايت، مثل الرجفان الأذيني بقى بدنا أحيانا. هو الرجفان لا، الولف باركنسون وايت نضطر لنحدد نوع التسرع بالضبط انه نعمل دراسة الكتروفيزيولوجية مثل ما قلنا، مهم. كهربائية فيزيولوجية للقلب. الكتروفيزيولوجيه. الكتروفيزيولوجي. مهم. حاليا موجود جهاز بظن رجعوا جابوه على مشفى الشامي، ما بعرف اذا في حاليا في اخصائي
في كردستان طبعا فريق امريكي بيجي بيعمل ايوه. بيعملوا دراسه الكتروفيزيولوجيه، بيحدوا الحزمه الشاذه، وفي كثير احيانا بيعملوا لها كي فورا، اها. فبيخلص من هذا الموضوع كليا، موضوع التسرع. اثناء التشخيص اثناء نفسه. التشخيص نفسه بيشوفوا وين الحزمه الشاذه وبيعملوا لها كي، خلصنا من الموضوع. حلو. ايه حلو. هالاجراء هذا شوي تمام، شوي مكلف قد معقد، يكون، شوي مكلف نوعا والجهاز ما ما تماما. متوفر بس في يعني. مثلا مرضى بتضطر بقى تحولهم يعني، اها. حتى مرضى التسرعات الفوق بطينيه، بس انت بالعلاج الدوائي وصلت لمرحله خلص ثقفت عندك كل اصناف الادويه بجرعه عليا، بقى اجباري او ولسه التسرع عم ينكس، بدك تضطر تبعت المريض تماما. يعمل هالدراسه مشان يعالجوا له اياها يعني. وغير هالاجراءات دكتور، هلا مم. التخطيط مثلا مم. ما بيوجهك لا يعني بيحدد نوع بحد النوع التسرع، هو اغلب الاحيان التخطيط التخطيط، بيكون بخلص لنا والاجراء الموضوع. الاسرع شيء تماما، يعني. اسرع شيء وعلى الاغلب بيخلص لنا الموضوع لان حلو بنعرف شو هو كتير، بالضبط. سواء كان يعني بغض النظر جيبي انه او فوق بدنا بطيني او نطلع. بطيني تماما. تماما. وهالاوكسيمتر وهالجلسات أو الاستلزامات الموجوده بالعياده يعني تمام، ما الاكسيمتر بتوجهك. مثلا يعني بيقول لي بحدد انه لك هذا نبض المريض بس انه في عنده تسرع نبضه فوق ال 100 او ولا لا، اكسجه او يعني كذا يعني. تماما هو تسرع او لا، عنده تسرع او لا، تماما. تماما. فقط لا غير. تمام. وموضوع اختبار الجهد هذا هيك بدنا مم. نساله يعني، مم. انه لو انه يبدو يعني ما مم. يكون ضمن تماما. اجراءات مم. هلا ايمت بينعمل للمريض دكتور ها، اختبار الجهد؟ اختبار بيخص التسرع ولا لا؟ التسرع بيخص بشغله واحده، احيانا مرضى وولف باركنسون وايت نحن بنضطر نعمل لهم اختبار جهد لنحدد انه هاي البؤر الشاذة الموجودة لنشوف بيتحرض عنده تسرع او لا. طبعا اجراء اه. كمان نوعا ما شوي نعم. احتمال على الاختبار، اذا تحرض عنده تسرع المريض معناها البؤرة فعالة، اها. وقتها بنضطر نبعته مشان نعمل له كي. بهي تمام. بتفيدنا فقط لا غير. فقط لا غير. فقط لا غير. حلو كتير. مم. دكتور لو اما بشكل نحكي. عام اختبار الجهد اذا عفوا تفضل مقاطعة، دكتور. نعم. اذا عم نحكي عنه هو تشخيصه الاساسي بيساعدنا مشان نشوف اذا المريض اللي عنده الم صدري هو الم صدري اللي عنده حقيقي ولا لا، نعم. يعني مثلا تعرضت عنا تبدلات على الجهد او لا، وصار عنده الم خناقي على اختبار الجهد او لا. صح. تمام. تماما. فقط لا غير. مم. رح أذكر مستمعينا أي حدا حابب ينضم لنا يسأل أي سؤال يطرحه الدكتور محمد عبد القادر خليل ضيفنا بالاستديو، عم نناقش موضوع تسرع بالقلب. أي سؤال أكيد على البث المباشر راح نطرحه على ضيفنا. وبرنامج صحتك بالدنيا عبر الموجة 103.5 معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. وهالبرنامج هذا كل يوم تنين الساعة 6 المساء عم ينبث بشكل مباشر. يعني وصلنا لموضوع أو محور اللي هيك حابين نحكي عنه دكتور، عامل الخطورة بموضوع التسرع لشو ممكن يؤدي؟ تسرعات بقى كل نوع فيها، يعني للاسف تسرعات مثلا الرجفان البطيني خلال دقيقة او دقيقتين بيؤدي للوفاة، مريض صار عنده رجفان بطيني تماما. أها. التسرعات البطينية خطيرة جدا، وجودها كمان يعني إذا ما تدخلنا خلال أول 24 ساعة كمان على الأغلب وفاة. أها. تسرعات عريضة المركب خطيرة جدا، وبدها تداخل فوري وبقاء المريض بالعناية المشددة ودراسة مفصلة لنعرف شو هو السبب ونحاول نعالجه. مهم. التسرعات فوق البطينية يعني نوعا ما سليمة أكتر، مهم. بيمشي حالها على العلاج الدوائي، يعني مثل شخصتها أعطيت مريضك العلاج دوائي ما استجاب أول مرة أول مرتين بضل ترفع بجرعة عادة بيمشي الحال. أها. التسرع الجيبي مو خطر، يعني ما مو له خطر خطر. لأي شيء. من أسهل تمام. من أبسط الحالات يعني. بعض التشخيص دكتور يعني توصلوا العلاج لعلاج معين يعني. العلاج كيف بيكون ايمت يعني المريض مثل ما ذكرتوا انه ما بيحتاج لاي شيء، مم. هي حالة عرضية. مم. ممكن يكون حتى المريض مرات بيتعرض لحالة نفسية كمان ممكن يصير تمام. معه تسرع. تمام. او للعلاج اللي بتحددوه انتم، كيف تمام. بتحددوا العلاج؟ تماما، تحديد العلاج هو طبعا نوع التسرع، مثل ما عدنا قلنا من أول، تسرع جيبي لا يستدعي أي علاج قلبي، بتعالج السبب اللي أدانا لهذا الموضوع. سواء مثلا المريض كان عنده ضغط نفسي بتحاول تهديه، تبعته عند تعمله استشارة نفسية، تعمله أي شيء. إذا كان عنده إنتان بتعالج الإنتان، إذا كان عنده مشكلة تنفسية سواء هجمة ربو أو شيء يعني بتعالج هجمة الربو عنده، بيروح التسرع. التسرع الفوق البطيني عادة بيتعالج بحاصرات بيتا وحاصرات الكلس. أثناء النوبة الحادة بينعطوا وريديا، والأدينوسين للأسف مو موجود عندنا بسوريا كلها، مو موجود يعني، مو مستعملينه ولا مرة. هو الأساس، هو العلاج نمبر 1 مثل ما بيقولوا، بس اها. مو موجود بسوريا. نحن دائما بنعطي حصيرات كلس، صراحة الفيراباميل فعال جدا بالتسرعات فوق البطينية. عادة الأنبولة الثانية بيمشي الحال أكيد. بنستمر طبعا كصيانة بنعطي كمان يا حاصر بيتا أو أو شو اسمه حاصرات بيتا وحاصرات الكلس.
بنضل نرفع بجرعة نوصل للجرعة العظمى. يعني إذا طبعا نعطي جرعة مبدئية قليلة، نكس التسرع بنضل نرفع بجرعة ما دام الضغط والنبض عم يسمح لنا لنوصل للحد الأعلى. ما مشي الحال بنضيف أميودارون، مهم. ما مشي الحال بنبعته ليعمل كي. اكيد. تمام. وكل هالاجراءات هاي دكتور بتنعمل طبعا بالعناية المشددة بمشفى. طبعا طبعا يعني. أكيد. والتسرعات البطينية بقى مش غير موضوع هذا آخر. اجراء اخر أحيانا يعني. أغلب التسرعات البطينية يعني سواء كانت رجفان بطيني بدها علاجها صدم اكيد. مهم. التروسات دي بوينت هي غير شغلات بدها كمان صدم. الفي تي التسرع البطيني العادي يعني اغلب الاحيان كمان بده صدم. يعني مهم. بس يكون الضغط نازل بدك تصدم المريض، ضغطه بيسمع يعني مقبول. في ادويه كتير بتنعطى مو موجود منها ولا شيء غير الاميودارون، عندنا بروكاين ايوه اميد وغيره للاسف وغيره يعني بنفتقر لكثير من تمام. الادويه. فبتحطه على مضخة الكوردان يعني الاميودارون، الكوردان. واذا ما مشي الحال يعني خلال اول كم ساعة بدك تصدم. ما بتطول بالك كتير. تماما. تمام. بالفرصة الذهبية يعني تمام. مثل ما بيقولوا يعني. تمام. دكتور نحن دائما نسأل انه هلا الاخ خلينا نطرح سؤال الاستاذ والخال العزيز ابراهيم. مم. عم يسأل انه متى يقرر الطبيب اجراء القسطرة القلبية. هو موضوع اخر عن مم. يعني بعيد عن عنواننا لليوم، بس مم. لكن رح تمام. نطرح السؤال هذا. تمام. مهم. امتى بنقرر نعمل قسطرة؟ تماما. تمام. هلا في حالات القسطرة فيها بتكون اسعافية، بدك تدخل قدر الامكان خلال اول ساعتين. هي حالة تماما. ارتشاح العضلة القلبية، مهم. الجلطة القلبية. مهم. زيك مريض عنده ألم صدري، عنده تعرق، ألم بالكتف كذا، عملت له تخطيط شخص احتشاء عضلة قلبية، هذا بتحوله لأقرب مركز قسطرة فورا بتعمل له قسطرة. مهم. مريض إجاك بأعراض خناق وصفي، مهم. أعراض جلطة نظامية بس بالتخطيط طبيعي، تحاليل الجلطة طبيعية، هذا يفضل خلال أول 24 ساعة تعملوا القسطرة، ايوه. خلال 24 ساعة من النوبة يعني. مهم. مريض إجاك والله عنده خناق مستقر، مهم. بقول لك والله وقت عم امشي، وقت عم اطلع على الدرج عم احمل شغله عم يصير عندي الم صدري، هذا بقى بتحاول معه بالعلاج الدوائي، وبتنصحه انه يجري قسطره قلبيه بس غير مستعجله. يعني مهم. ما نأسعى امتى ما فيه. كان تماما مثلا جاهز نفسيا ومعنويا تماما. حلو كتير يعني. تمام. شكرا للجميع اللي عم يتواصلوا معنا، ونحن أكيد بننبسط لما بتكتبوا أي سؤال. دكتور، الوراثة متهم شيء ولا لا؟ بالتسرعات التسرعات. متهم بالتسرعات طبعا 100% أها. يصنف متهم. من يصنف الأمراض من الوراثية طبعا يعني. طبعا طبعا. حلو كتير. بنهاية لقائنا دكتور، توصيات الطبيب الضيف دائما بنوجه توصيات ونصائح عبر منبر بوير للأصحاء وللمرضى. جملة التوصيات. اهم توصيه عندي انه المرضى الشباب اللي أها. دائما اللي عندهم تسرع جيبي لا يخافوا من هالموضوع، أها. وخاصة المريض اللي يكون عنده انسدال تاجي وبيضل يجي يعني يضل عم يراجع طبيبه القلبية كل شهر وشهرين، والله أنا عندي تسرع وما ما استفدت على الدواء وما كذا. أها. هي حالة عرضية، مهم. علاجها هي دعم نفسي فقط لا غير. ما في أي يعني ما في أي داعي لعلاج دوائي فيها. نعم. الحالات تسرع المريض اللي عم بيصير عنده تسرع أنا بنصحه إنه يتابع الموضوع، مهم. خوفا إنه يكون عنده أي حزمة شاذة، أي مرض وولف باركنسون أحيانا يعني بنتفاجأ انه اذا ضلينا قلنا مثلا يعني القصد انه مثلا المرضى الشباب ضلينا قلنا والله ما فيهم شيء ما فيهم شيء ما عالجناهم، في كثير مرضى احيانا بنتفاجئ انه عندهم وولف باركنسون وايت احيانا تماما. المصطلح هذا أوف. وولف باركنسون وولف وايت هذا باركنسون. يعني تماما. متلازمه بتصير عند الشباب صراحه، مهم. بنكتشفها بعمر الشباب، مهم. حزمه شاذه هي وبدها بدها علاج حصرا. أها. مم. العلاج اللي ذكرتوه من ذكرنا شوي تماما يعني أثناء التدخل تماما. والتشخيص تحديد مم. التشخيص آه. فورا بيتدخلوا. المرضى اللي بصير عندهم تسرعات بطينية ولو مرة واحدة هذا بده دراسة طويلة، وبده إجراء قسطرة قلبية على الأغلب، وبده دراسة مفصلة بالإيكو وبكل الإجراءات القلبية لتعرف شو هو السبب. مهم. ما بصير ينهمل أبدا. تماما. نعم. دكتور برأيكم هذا هيك سؤال آخر ونصيحة أخيرة يعني، برأيكم من المفروض أي إنسان صحيح يعني ما عنده عليل أو ما عنده أي حالة بأي عمر مناسب، أو من المفروض أنه يزور طبيب قلبي ولو لمرة أولى بالسنة؟ يعني العمر اللي من المفروض يزور الطبيب. هلا بالمراجع كلها هي أول عمر 40 سنة صراحة. أها. بيعمل بس تخطيط واستجواب عام فقط لا غير، ما في داعي أها. لأي شيء تاني، كله طلع طبيعي. تمام. بيعمل بروفايل شحوم كمان لأول مرة، أيوة. بعدين بيعيدوا بالمرة الثانية بعمر 50، أها. بس صار 50 سنة. بعدين كل 5 سنوات 55، طبعا هذا إذا عم يطلع طبيعي كل تماما شيء. هذا 60 البروتوكول بعدين يعني. بصير كل 3 سنوات بس.
طبعا اذا ما تعرض لشيء ضمن هالسنين طبعا هاي طبعا اكيد طبعا ايكو القلب لاي حاله يعني. ما في شيء اسمه انه والله انا جاي اعمل ايكو قلب اطمن على حالي بالبروتوكول العالمي. اما انت تماما. المريض اذا طلب منك هذا غير موضوع، بس انت ما بتعمل له هالاجراء الا اذا حلو. هو حاب يطمن على حاله، هذا غير موضوع. اذا عمر ال40 من مم. المفروض سواء ذكر او انثى يزور زيارة الطبيب. واحدة كله طبيعي، بعمر ال50 بيرجع مرة ثانية. تماما. مم. آه للاسف لا اجانا اسئله ما بعرف مم. اذا كوننا خارج البلد. اكيد رح نخليكم تتواصلوا مع الدكتور محمد الاخ روبين. انا عملت لك اعجاب واكيد رح نخليك تتواصل مع ضيفنا الدكتور. ونحن من اول الحلقه حابين انكم تطرحوا اسئلتكم. يا ريت اي سؤال تبعتوه. الاخ روبين ما بعت شيء، رح نخليك تتواصل مع الضيف. شكرا للدكتور محمد عبد القادر خليل، الاخصائي بامراض القلب والاوعيه الدمويه، على المعلومات الجميله والحضور الجميل. شكرا لكم. تحياتي لك استاذ عماد. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا ومتابعينا. على امل نلقاكم الاسبوع القادم ضيف جديد وحلقه جديده. تضلوا بخير وسلامه.